مش عايزيني اطلع اقول ان في رجاله بتعاني من العجز الجنسي. وطي الصوت. الست دي هتقول كلام على الرجاله عمرك في حياتك ما سمعته، وكلامها متناقض ان انا معايا فيديوهين ليها بالدليل، تعالوا نشوفهم. ان في رجاله بتعاني من العجز الجنسي. انا بصراحه عمري ما شفت راجل بيعاني من اللي انت قلتيه ده. اللي انت بتقوليه ده جديد عليا انا كراجل. مش عايزيني اطلع اقول ان في بنات بتتجوز رجاله ما بتعرفش. هو فين الرجاله اللي ما بتعرفش دي؟ فين؟ هو انتوا بتحسبوا شويه العيال المتحولين دول رجاله؟ انتوا بتحسبوا العيال دي علينا رجاله؟ وبتتحسب عليهم جوازه، والبنت بتاخد لقب مطلقه وهي بنت بنوت. وليه ما يكونش البنت دي متجوزه عشان تاخد لقب ان هي متجوزه وتقضيها مع ده وده 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 وده؟ ليه؟ مش عايزيني اطلع اقول ان الصيدليات اشتكت. لا، في دي عندك حق. انا علاج امي بتاع القلب مش لاقيه في الصيدليه. ايه رايكم؟ تحب انزل اعمل لكم حلقه من الصيدليات ونشوف ايه اكتر ادويه الرجاله بتقبل عليها؟ اكتر ادويه الرجاله بتشتريها من الصيدليه هي برشام الصداع، وبالذات بقى لو الراجل متجوز واحده زيك هتخليه كل شويه ينزل يجيب شريط برشام صداع. يلي بتتكلموا عن الهجر في الفراش، يلي بتتكلموا تقول لك ان الراجل ما بيكفيهوش واحده. ايوه دي حقيقه على فكره. الراجل ما بيكفيهوش واحده بتبقى في قلبه والباقي بيبقى في عقله. انت قادر اصلا على واحده؟ انت عارفه الرد كلمه انت قادر على واحده دي الرد بتاعها بيبقى ايه؟ انا مش هقوله عشان انت شكلك محترمه وطالعه تناقشي قضيه، بس المشكله انت بتناقشيها وبتوجهي الكلام للرجاله كلهم. ده انا عشرات الستات بتبعت لي بتقول لي هاجرني هاجرني، بيروح يتفرج على افلام وهاجرني. لا، طالما وصلنا لحته الافلام دي يبقى كده الموضوع يقف عند حد. منين ان الراجل بيسيب السرير يعني وبيروح يتفرج على افلام؟ ما هو معنى ان الراجل يروح يتفرج على حاجه زي كده يبقى هو مش ضعيف جنسيا. لا، الراجل عايز يخرج اللي عنده، بس اللي معاه مش مدلعاه. ما هي لو مدلعاه فاهمه، مش هقول لك بقى انتوا ستات وفاهمين الجو ده بقى تلبس له الحته القطيفه البيبي دول والكلام ده، فاهمه؟ هيسيب الافلام. لكن ما تقوليش الراجل عنده ضعف كده، لا يا ماما. ما معنى كلامك ان الراجل راجل بس هي اللي مش مدلعاه. انتوا فاهمين حاجه؟ بيروح يعمل حاجات مع حاجات تانية مع نفسه وهاجرني. بتتجوزها وانت ما بتعرفش ليه؟ يا نهار اسود، انت ليه بتكرري نفس الكلمه يا وليه؟ منين بيروح يتفرج على افلام ومنين مهاجرها؟ يعني ما هي العيب فيها كده مش فيه. ما هو معنى ان هو يروح يتفرج على افلام وبيمارس الرذيله يبقى هو كده شغال، فاهمه؟ كده الراجل شغال. هي بقى اللي تكمل له الحته دي، هي بقى اللي تخش عليه بقى، فاهمه؟ خش عليه مش كده مش كده يا حبيبتي. مفيش راجل مصري عنده ضعف اللي انت بتقولي عليه ده. احنا كلنا رجاله بعون الله ناكل الزلط. شفت الزلط ذات نفسه ناكله. وتخلي ابوها يتكلف ويجيب عفش ويجوز البنت. يا والله هي البنت بتجيب عفش والشاب بيجيب فانلات بحمالات؟ مش كده يا ماما، ده الشاب بيدفع اكتر منها الضعف مرتين ثلاثه. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي وانتوا بتتفرجوا. ده واحده بعتالي بتقولي انا رايحه اتجوز، كنت متجوزه واحد واتطلقت منه وانا بعذريتي. معذوره يا حبيبتي، معذوره. الله يكون في عونها، عين امها. يعني ايه بعذريتها؟ معلش عشان انا ما بفهمش الكلام ده. بعد ما قعدت معاه 7 شهور، ودلوقتي المفروض يا استاذه هبه رايحه اتجوز. يا قليله الاصل، سابته وراحت تتجوز غيره؟ اقول ايه للي انا رايحه اتجوزه؟ عادي يعني تقول له كنت متجوزه واحد من بتوع الالوان. لو قلت له انا لسه عذراء هيصدقني؟ 1,000,000% هيصدقها. ان هو لو مش بيثق فيها مش هيتجوزها، فهو اتجوزها عشان بيثق فيها فهيثق في كلامها، وبعدين لما يحصل كونكت هيتاكد برضه. مش فزوره هي. المفروض ان الواحده دلوقتي لما تتجوز واحد خايب ونايب وتتطلق منه تكتب يافطه على نفسها انا اتجوزت واتطلقت بس انا عذراء. ده الراجل اللي هيتجوزها بعد ما يعرف ان هي كانت متجوزه وما اتلمستش عذراء يعني هيبقى مبسوط على قلبه زي العسل ان هو هيبقى واخد واحده بنت بنوت. اقسم بالله الراجل هيبقى سعيد جدا ان الكرتونه لسه ما اتخربشتش، هيبقى مبسوط. المجتمع هيتعامل معاها على انها مطلقه، امراه مطلقه، واحده ست.
وهي البنت ما اتلمستش، هيتعامل معاها على ان هي واحده ست. طب وفيها ايه لما المجتمع يتعامل معاها ان هي واحده ست؟ هل ده بيقلل من كرامتها؟ هل ده بيقلل من شرفها؟ كرامتها وشرفها ده على حسب معاملتها للناس. الناس بتعرف حجم كرامتها وحجم شرفها، ملهاش علاقه بقى هي ست ولا مش ست. احنا بنحترم الست المحترمه في الاول والاخر. ثانيا، ما انا امي ست وانت والدتك ست والناس اللي بتتفرج اللي جابوهم واحده ست، فين المشكله؟ على ان هي مطلقه. وطبعا انتوا عارفين المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيتعامل مع المطلقات ازاي، على ان هما ستات درجه 10، على ان المطلقه دي ست درجه 10. على فكرة احنا كمجتمع كرجالة عامة احنا بنعشق الواحدة المطلقة، والله بنعشقها. وخصوصا بقى لو في الحالة اللي انت بتتكلمي عليها دي، واحدة كانت متجوزة واتطلقت بسبب ان جوزها طلع توتو. في الحالة دي الراجل اللي بيبقى عايز يتجوزها بيبقى عايز يثبت لها ان انا مش خرونج، انا كينكي كونج. فتخيل بقى هي مطلقه عذراء. هو انت ليه محسساني ان عذراء دي شتيمة؟ ده من ضمن المشاكل اللي اتبعتت لي. واحد حيوان قذر ما عندوش ضمير، نيمها هو وامه وودوها لدكتوره ما عندهاش ضمير. ها؟ وطبعا انتوا عارفين الدكتوره عملت لها ايه. هو انت اي حد يبعت لك رساله يحكي لك فيها حوار تصدقيه؟ يعني انا مثلا دلوقتي دخلت بعت لك رساله كاتب لك فيها انا كنت متجوز واللي انا بتجوزها ما كانتش بتخليني المسها، وفي مره وانا رايح البيت دخلت لقيتها نايمه في حضن عشيقها، اغمى عليا وما عرفتش اعمل ايه، صحيت لقيتهم مكتفني وربطني وحاطين لي زماره في بقي عشان ما اعرفش اصوت، كل ما اجي اتكلم ازمر. فانت تاخدي الحوار بقى وتطلعي تحكي للناس، والمفروض الناس تصدق الفيلم الحمضاني اللي انت بتحكيه ده من غير اي دلائل، من غير اي اثبات، عشان ما تقدرش تفتح بقها وتقول ان هي عذراء، عشان ما تقدرش ترفع قضيه طلاق للضرر وتقول. الكلام ده لو كان حصل فعلا كانت تقدر ترفع طلاق للضرر وتحكي المشكله وكانت تتعرض على الطب الشرعي، والطب الشرعي عندنا متقدم جدا، كان هيعرف ده راجل اللي دخل عليها ولا دكتوره اللي دخلت ولا الدكتوره اللي عملت كده، فاهمه؟ وساعتها بقى الموضوع كان هيبقى راي عام وي. لكن دي قصه حمضانه حد مقفلمها عليكي، زي القصه اللي انا لسه مقفلمها من شويه، كلها قصص حمضانه عشان لما يطلقها ما يديهاش حقوقها. لا لحظة واحدة كده، أي واحدة عايزة تطلق بتاخد حقوقها، وحتى لو خلعته هتاخد حقوقها، في الحالتين هتاخد القايمة بتاعتها اللي هي حقوقها، وفي الأغلب القايمة دي ما بتبقاش حقوقها هي، ده حاجات هو جايبها وهي بتاخدها منه. احكي لك عن تجربة حصلت معانا بقى شخصيا، القصة دي والمصحف الشريف بجد. أنا كنت متجوز وما كنتش كاتب قايمة، بعد شهرين جواز أنا عايزة قايمة، والناس اللي كاتبين قايمه احسن مني في ايه؟ والتيت والشريط. قلت لها ماشي، فيها يعني لما اكتب لك قايمه؟ جابت واحد تبعهم محامي والتيت والشريط هي وامها، ورحت جابوا لي حته ورقه ما بصيتش عليها، انا مضيت. تاني يوم لقيتها رافعه عليا قضيه خلع يا نهار اسود، انا كنت عيل صغير، يعني انا معترف ان انا كنت عيل صغير والحمد لله، يعني الحمد لله. فمفيش حاجه اسمها واحده لو اتطلقت مش هتاخد حقوقها، ما تخترعوش كلام مش حقيقي. الحاجه اللي هي مسؤوله عن الجوازات في مصر والموضوع ده كله في صالح المراه، اللي هي اسمها مش عارف محكمه الاسره دي، اسمها محكمه الاسره، ايوه محكمه الاسره، كل القانون بتاعها كله في صالح المراه. فالمرأة اتطلقت حتى لو واحد اتجوز واحدة مش كويسة وطلبت منه الطلاق بعد كده، يعني هي واحدة مش كويسة، انا بتكلم على واحده مش كويسه مثلا، وتيجي في الاخر تطلب منه الطلاق، يبقى هي اسمها متجوزه وطلبت الطلاق، ما رضيش يطلقها، تروح تخلعه، عايزه قيمتي، ما ادهاش قيمتها اللي هم اصلا ممكن ما يكونوش جابوها، ان بتبقى جوازات شمال في الاغلب، تروح ترفع عليه قضيه حتى لو ما خدتش قيمتها يا ست، ومش ما رفعتش عليه قضيه خلع وكبرت دماغها، تروح تنحرف بقى، تنحرف بكلمه انا كنت متجوزه، تلاقيها مقضياها مع ده شويه، انا كده كده كنت متجوزه، فيعيشوا يومين، فاهمين قصدي؟ كانت متجوزه، تسيبه تروح لغيره، لا انا بنت محترمه، انا كنت متجوزه، انا ما عملتش حاجه الا مع جوزي، انت كده تاني واحد، تسيبه تروح لغيره، وهكذا. انا مش قادر اكمل الفيديو، لسه قدامه كتير على ما يخلص، ولسه في مقطع تاني وانت بتتكلمي عن الرجاله اللي هم بيغتصبوا مراتاتهم، قصتي قصه حزينه، هعملها لك في جزء تاني. لو عايزين جزء تاني وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والشير، واستنوا الجزء التاني بتاع قصه الاغتصاب.
سلام يا جدعان، سلام.